وده الفيديو بتاع الحلقة اللي فاتت بتاعت جريمة القتل. لو ما شفتش الحلقة بتاعت جريمة القتل روح شوفه الأول علشان تتوقع مين هو القاتل، وبعد كده تيجي تشوف توقعك صح ولا غلط، وكده كده هتلاقيها في القناة يعني. والحل بتاع الحلقة والقاتل الحقيقي هو جيجي حبيبة مارو، وده بسبب إنها كانت متجوزة عماد رئيس النادي، ولما اتطلقوا دخلت في علاقة مع مارو، وساعتها هو اتضايق وحذر مارو إنه يسيبها، وكان بيحذره بطريقة فيها عنف. وساعتها جيجي قررت إنها تنتقم من عماد وتخلص منه علشان تعيش هي ومارو براحتهم، وأجرت القناص ده علشان يقتل عماد. وعلشان كده لقينا صورة عماد في الإيميل على لابتوب القناص، وما لقيناش صورة مارو عليه. وعلشان كده برضو الدكتورة بتاعت الطب الشرعي قالت إن الطلقة جت جنب القلب بشوية وبطريقة مش مدروسة، علشان أصلا الهدف بتاع القناص إنه كان يقتل عماد رئيس النادي، لكن بسوء الحظ مارو نط في نفس اللحظة ومات هو. وبس كده، هو ده الحل بتاع الحلقة اللي فاتت، الجريمة اللي احنا نزلناها يعني أول حلقة. ولو لقيت الفكرة عجبتكم هنزل لكم ملخص عن جريمة جديدة. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.